عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله كده هنعمل معاكم العشة دي اللي هي بنستخدمها لتربية الطيور، تربية الأرانب، تربية الفراخ، تربية أي حاجة في الأرياف، يعني سواء طيور أرانب كده. ممكن تستخدمها برضو في الشتاء لو عندك معزة صغيرة مثلا ووالدة جديد وخايفة عليها من البرد، فانت كده كده هتستخدميها. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل حاجة دي بنستخدمها بتكون يعني في ناس بترميها وناس مش بتحتاجها في حاجة. فطبعا العشة من جوا واسعة وجميلة جدا وفيها تهوية، وحاطين فيها قفص اللي هو شباك يعني علشان يدخل التهوية. في نفس الوقت القفص ده مش حاطينه زي ما هو، احنا خالفين 2 خلف خلاف علشان ما يدخلش جربوع ولا اي حاجه يعني حنش او كده. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علشان لو حاطه فيه اي حاجه يعني بتبيض مفيش حاجه تدخل تكسر لها البيض. اول حاجه بنستخدمها الباب عندنا كان عندنا حته خشبه مربعه، وبدانا نشوف لها كام خشبه تاني وهنعملهم حلق للباب، يعني اللي هو الحته اللي بتكون ماسكه في الباب بتفتح وتقفل منها. فاحنا جبنا مسمارين بورما، كم مسمار بورما كان عندنا، وهنربط الباب يعني هنثبته بس، وبعد كده ممكن بعد ما تعمل العشة تثبتيه كويس. فالمهم احنا هنا كان عندنا العشة اللي هي القديمة، كانت صغيرة خالص، واللي كانت عاملاها كانت بنياها يعني ما كانش فيها اي حته للتهويه يعني زي شباك او زي منفذ كده، لان الطيور في الحراره الشديده لازم يكون في هواء داخلهم، في يعني في تغيير للجو، يعني في هواء لازم يخش من العشه دي علشان تقدر الطيور دي تتنفس وتقدر تاخد نفسها، وفي نفس الوقت ما يجيهمش فلوانزا الطيور. والهواء اللي بيخش ده بيطلع الريحه اللي هي بتكون من الطيور وبتنشف العشه لو هي مثلا شتاء، وبيعملوا ليونه تحتيهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا كنا جايبين شويه خرط والطوب ده اللي هو كان في العشه القديمه، هنبدا ناخد الطوب دوا. العشه القديمه ما كانش فيها شبابيك ولا باب حلو، فهنبدا عملنا لها باب وعملنا لها شبابيك وهنبدا نبنيها. فهنصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحاجه دي مش بتتبني في دقيقه، بتاخد وقت على بال ما تتبني، بس في نفس الوقت انت لازم الحاجة دي تبقى يعني مدبرها من بيتك. يعني مثلا فيه عندك شوية طوب، بدل ما ترميهم طلعهم فوق السطوح لحد ما يجي دورهم. هتعملي فرن صغير، هتعملي كانون، هتعملي اللهم صل على النبي، يعني الظروف حكمت عليك وعندك الغاز خلص، ممكن تعملي بالطوب ده كانون يعني. ممكن تعملي بيه عشة، ممكن تعملي بيه فرن صغير يعني عربي اللي هو بنخبز عليها العيش الظلي علشان غلا الغاز يعني. فهنصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شايفين شكل العشة بعد ما اتبنت وحطينا، احنا لسه ما خصصناهاش يعني كويس، يعني لسه ما حطيناش ما بنيناهاش من فوق، احنا بنيناها من الحوافي وسيبناها لما تنشف عشان ما يحملش عليها الخص اللي هو البن الفجاني ده. وبعد ما تنشف كويس هنجيب لها شويه خرط ونحط لها شويه جريد من فوق ونبلطها. احنا هنا كنا بنعمل ايه؟ كان عندي كانون وكنت حاطاه في اوضه يعني فوق العالي، ف يعني العيال طلعوا وكسروه، فانا هي هكمله. هنصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علشان الطينه ما تشققش معاك. لو انت عايزه تستخدم طينه وما تشققش معاك، وفي نفس الوقت الطينه دي تكون ما تطقطقش بعد ما تخلص بنا، حط عليها روس من المواشي اللي هو الصول بتاع الحصنة، يعني البراز بتاع الحصان او بتاع الحمار، وتاخديه وتحطها على الطينة. لازم تفركه كويس على الطينة مش هتطقطق معاك. ولو عندك تبن من المتوكلين المواشي هتحط شوية، والطينة دي تخليها لا طرية قوي ولا ناشفة قوي، تخليها متوسطة، لان لو طرية قوي مش هتعرف تعمل الطواف وتطلع بيه يعني وتخليه في نفس الوقت يعني تبني في يوم واحد. هتستنى لما تنشف الطينة التحتانية وتكمل عليها الطينة الفوقانية، لكن لما تبقى متوسطة هتبقى تمام. وعلشان الطينة ما تشققش معاك قلت لك حط روس مواشي وحط شوية تبن. ويا ريت لو استفدت اي معلومة من الفيديو ده ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش اخواتنا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي غزة وفي كل مكان، تدعوا لهم ربنا ينصرهم نصر عزيز مقتدر. ولو وصلتوا الفيديو لحد هنا ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.